هلو، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير يا ربي. ان شاء الله الكل يكون بخير دائما، مو بس اليوم، مو بس من اني اقول لكم شلونكم شخباركم. المهم، قلت قبل ما ابلش تنظيفات وهاي السوالف، قلت لازم اطل عليكم طلة حلوة. كنت طالعة طبعا تقول تقريبا ما اعرفها عالساتي عادي غلسوا عليها. طبعا كنت طالعة عندنا موعد. ف مريت من هناك للاوتلت مال الليدل، مسوين مالمي اوتلت مال ليدل، والله في شغلات زينه حلوه. فقدرت اخذ هاي شغله للفشار هي، وبنفس الوقت لل يعني هي كاسه كبيره. تعرفون شلون؟ هذه سويت؟ هذه تكون هيجي لونها اسود، عجبتني وسعرها كلش حلو. شوفكم اياها، عليهن تخفيضات اعتقد اكثر من 50%. شوفوا بس خلي أطلع. هذه شوفوا ايش قد حلوة، وهنا جوجو دا ساعد امها. وبعدين وراها دخلت هذا المستعمل اللي بنات فنلندا تعرفون، هذا الكيراتوس كيسكوس. هذا هي هاي ترى شركات، هذه شركة تجي. فدخلت قبل ما اشوفكم نسيت، هذه هم من الليدر مال اوتلت اللي هي تجي الفيس بيلا، هاي مال كاكو لابيو ذني، يعني الويسك، وهاي مال الكيك. المهم من المستعمل اخذت هاي شغلات الجوجو. طبعا اول مرة اخذ هالشي من المستعمل بصراحة، بس انه ما اعرف، قلت اخلين مي حار وهاي السوالف. زوجي قال لي يعني اوكي ما علي شي. هاي هنا المشتريات ويا شغلات الليدل. معجون الاسنان مال الليدل طبعا يفوز. تعرفون ليش؟ لان اني كلش هواية اشرب، هاي يجمع عليكم هاي قواطي خليهن بالاعادة تدوير. اني كلش هواية اشرب قهوة وشاي، فيعني نهائيا دا تشوفون اسناني ما تصير نهائيا صفر كلش ابد. ليش؟ لان هذا المعجون مال الاسنان مال الليدل يجنن، كله من الليدل اغلب، يعني مو دائما، مرات اجيب من الماركت عادي، بس انه اكثر مشترياتي مال المعجون اسنان اجيبه من شو اسمه الليدل. وهنايا تسوق يجي خفيف خفيف بسيط. طبعا جوجو كتلت نفسها لان هذا مال البصل الاخضر. جوجو هذا مو إلك. جبت هذا الشاي، هذا الشاي كلش طيب بنات، مال الليدل الظروف، كلش طيب، طعمه تحسونه مثل طعم ذو الغزال. هنا بوتيتا وبصل على صابون، سويت تشيلي، كلش احب سويت تشيلي، كاتشب. هنا جبت هذا القاصر اللي يكون مثل الكريمي، انا دائما استخدم اللون الازرق بس ما لقيته، بس الاخضر، فجبت الاخضر. قلت يعني اوكي وفي بالغرض، لين لازم اخلي العفو للتواليت وللبانيو مال الحمام، فقلت اشاركها وياكم. طبعا هذا الفيديو ثاني يوم من مال التسوق، تفهمون شلون؟ فهنايا الحمص والباقله مثل ما تشوفون. فهسه شنو حخلي، بس ابدل المي مالتهم واخليهم على الطباخ. ليش تنظيف؟ لانه بعدني قلت لكم ما منظفه نهائيا، تريقنا وطلعنا، ودا احس البيت، واني من ما انظف احس البيت وسخ، ما اعرف ليش، فاني قاعده فلازم انظف. اوكي، فانتوا اللي بعد ما منظف ويقوم ينظف وياي على الواهس. اوكي، اليوم حسوي غدا، اسوي ما اعرف اذا راح اسويها وياكم او لا. حسوي دجاجه كامله، اخليها ما اتبلها كلش هوايه، بس هيك بهارات قليله، واخليها بالفرن مثل ذاك المره. واسوي برغل اللي شفتوه بالتسوق وياها. اوكي، ولما مشتهي تمن وفاصوليا، بس انه اعتقد تمن وفاصوليا على باشر حسويه، لان باكر عندي شغل، فتمن وفاصوليا اسهل لهم من يصبون يعني. فخليكم وياي عود، لا تنسون اللايك والمشاركة وكومنتكم الحلو، واحبكم كلش هواية. هسه حطبخ البرغل، تمام. يعني قلت اطبخ يعني اطبخ البرغل واخلي التمن اطبخ البرغل
بعدين اخلي الدجاجه بالفرن حتى انظف على راحتي، ما اقول ها نظفت وتاخرت من هالسوالف. الشمس صايره ورايا فلهذا صاير انعكاس. هنايا غاسلت البرغل وخليت عليه مي، راح اسوي تطبيق يعني، ترى هو حتى بازل يصير. هنا مثل ما قلت لكم مخليه الباقله والحمص دا اسويكم. نطلع هذا الوغف حتى لي يخبصنا. مستمرة التفريزات، أنا كل ما أتسوق هيجي لازم أسوي تفريزات، بس اليوم للأسف ما أعتقد راح ألحق أسوي قولوا وياي كباب أو شيء، ما عنده، ما ألحق يعني. اليوم الطقس 27 تخيلوا. تفاعلكم على الفيديو أريد أقوي، حتى مرات عندي فيديو ما أنشره إلا أريد الفيديو شوية يصعد يعني، من مثلا من يصعد هذا سريع حتى اقدر انزله ثاني يوم. بسم الله. ما حامي كلش، بس انه اوكي ما ابي اي مشكله. طلع الدجاجه نغسلها. مرات على فكرة مو اذوق، لانه متعلمة بالشغل مالتي شنو اسوي؟ لازم من اذوق اروح اغسل الخاشوقة او اروح اجيب وحدة غيرها. فمرات شو اسوي؟ انسى اني بالبيت اخذ بيها واروح اغسلها وارجع. ملح مالته بيرفكتو. تدرون شنو صار؟ واني دا اقول الطباخ ليش ما دا يحمى؟ شفتوا من خليت البرغل شلون حتى الدهن ما حمى كلش. اثاري هاي الدقمه مال المطبخ نازله. هذا البيت تعرفون شنو المحلو بيه بالكهرباء؟ من هاي المحوله الجديده، فمن تتحب مثلا من يصير ضغط عليها اكثر يعني راسا تنزل، مزعجه كلش مزعجه يعني. اول مره اشوف هيك بصراحه. معاناة جوجو. فهسه يلا فتحتها ركزت قلت هاي شنو هاي، لان شوفوا هو من مفتوح. فهسه اصلا لقيت الاضويه مسدوده، فدا اقولها شنو ليش هيجي، اثاري لقيتها فاصله الدقمه. الناس على الباقله لان قامت تفور. هنا الدجاجه غسلتها وكملتها، بقى شنو املحها، لازم تمليحه زينه. ما راح اخلي لها ليمون لان ذاك المره من شوفتكم اياها ما خليت اي ليمون اي شيء صارت تجنن، فما له داعي يعني. بس شنو نجيب وين سبع بهاراتها، بعدني ما مفرغتها طبعا. اريد افرغهم شو اسمه هاي الشاشة اللي قلت لكم عليها اللي عندي، حتى ما تصير هوسة يعني من دولة ومن دولة. طيب ريحتها طيبة. خلي كركم وكاري. نرجع نقلبها. الست دجاجة
دجاجة، خلي كركم وهم كاري. وبعدين السبع بهارات. وي انت معقول اني ليش اضوج من هيجي؟ من هاي ينفتح من كذا. صافر هو. المهم بسوي لها تدليك كامل. اني هسه تذكرت طبعا من قلت راح اسوي لها تدليك، تذكرت انه اني ما جبت شو اسمه سماق. هسه هيك وحدخلها للفرن. صار شكلها مثل ما تشوفون جاهز. طبعا فاتحه الفرن فوق وجوا 7 ساعة خليتها. اوكي هسه شنو اسوي؟ الحمص اخليه ايش بي يعني ما اعرف احكي. اسوي الحمص فلافل. فضت راحت. ليش دا اعلس ما اعرف والله. بس شنو اريد اثرم شو يسمونه الكراث. اول ليش جبت تخته اصلا؟ ما يحتاج اثرمه بالسكينه، هو راسا هيك اقطعه واخليه وياه. صح لو مو صح بس شويه نخضه. هي جوجو ابيها كلب امه. جوجو حبيبتي شنو اللي يصير؟ ايه قلبي. اوي قلب منو يا قلبي؟ اريد بوسات اني. ممكن اخذ بوسه؟ اوي قلب اوي قلب. انت جميل انت جميل انت جميل قلبي. انت جميل يا قلب. شنو رأيكم؟ اريد اعرف من اللي يعرفني معرفة شخصية اللي يتابعني. اشوف بعدهم اللي متابعيني قبل لا كتبوا لي. خلونا نسوي كمل الفلافل. اكتبوا لي بالتعليقات شنو ممكن واحد يقدر بعد يفرزن. مثلا كبة جريش، كبة برو، كبة جريش، كبة برو، هاش بي يعني كبة يعني جريش، كبة تمن، فلافل، مثلا كباب،
شنو ممكن بعد واحد يسوي؟ سمبوسك لنقول همين. بورة ديرات اسوي. بس ان شاء الله على الايام الجايه. يعني باكر عندي شغل، باكر ما اقدر، ما لحق. شفتوا هذا يومي استغليته، موعد على هم رحت للليزر، على رجعت شوفوا طبخ، هسه راح اروح انظف همين، على هاي التفريزات، يعني ما مدى اقعد. فهمتوا؟ وبهذا الشكل صارت. شوفوا هيك وافرز. هاي الفلافل، يعني اعرف انا ايش قد احتاج واطلع. هذا الكيس يكفينا. واذا يعني مثلا اجانا احد وردت اسوي اكثر، عادي اطلع كيسين. ابن شنو؟ صديق ابني، هو طبعا افريقي، مره اكل يمي فلافل. اول البارحه اجا فكنت مسويه الصاج، فقال اللفه تجنن، قال بس لحد الان من اكلت يمكم الفلافل لحد الان حس الطعم مالتها بحلقي، لان يقول لي اول مره اشوف هيجي فلافل مقرمشه وطيبه. فقلت له قول له ولا يهمك، ان شاء الله هاي الايام اذا صار عندي عطله، بما انه جبت وسويت فلافل حتى ندز عليها ونسوي لهم فلافل، مو يتدلل. هو كحله من الكرم العراقي مو. شلون صارت؟ طبعا هذا النص اخذت الزيز وصبيت لين يدي يروح للمدرسه، قلت لكم عنده دروس اضافيه. المهم فيجي صار شكلها يجنن. وهنا البرو